السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله بخير. لو جبت لكم طاجين تقليدي، طاجين الملوخيه ما شاء الله جا على حقه وطريقه ولا اروع. نقولوا بسم الله، نروحوا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي الملوخيه بعد ما غسلتها مليح، لازم تغسلوها مليح ونقيتها من دوك الشابو كما راكم تشوفوا، ودرتها في الكسكاس. لازم تقطر مليح من الماء كما راكم تشوفوا، غسلوها مليح وديروها في الكاس تقطر داك الماء تاعها. هنا عندي طريف تاع اللحم، وعندي جوج حبات بصل قطعتهم شرائح كما راكم تشوفوا، عندي ربيطة تاع المعدنوس، وعندي جوج حبات طوماطيش بعد ما ربيتهم، وعندي التوابل، عندي الملح، عندي فلفل عكري حار، عندي راس الحانوت، عندي الكركم، عندي العكري، عندي البزار، وعندي السكنجبي والملح. هادو هما التوابل. هنا في طنجرة درت فيها شوية زيت. هنا الملوخية تبغي لي دام. هنا نقلي داك اللحم تاعي مليح كما راكم تشوفوا، من بعد ندير فوقاه البصلة نقليها حتى هي شوية مليح مع اللحم. بهاد الطريقة يعني طريقة سهلة، يجي طاجين ما شاء الله. نقلّو البصلة مع اللحم شوية كيما راكم تشوفوا، من بعد نضيف ديك الطوماطيش، قلت لكم شحال حبات طوماطيش بعد ما ربيتهم، نضيف ما سخون، نمرّق بالما سخون، ما ديروش ما بارد، بهاد الطريقة. ونحط التوابل، نخلّطهم مليح مع داك البصل والملح باش نضيف الملوخية نتاعي. كيما راكم تشوفوا الملوخية أنا حطيتها، ونحط داك اللحم نديروه من الفوق، ما تخلّوش من التحت، طلّعوه من الفوق باش كي طيب الملوخية نتاعكم تنجموا تقلعوا اللحم وما تخسرولهاش يعني باش ما تحليكمش الحبة. هنا ندير داك المعدنوس، ربيطة تاع المعدنوس والحرور، تعرفوا الملوخية تبغي الحرور، ونغطي الطنجرة نتاعي. كي تبدا تغلي نقّص عليها النار، لازم النار تكون مهيلة باش طيب على خاطرها. كيما راكم تشوفوا هاهي بدات تغلي، دوكا نقّص عليها النار. هنا درتها في الكانون الصغير باش طيب لي على خاطرها، أنا خليتها ساعتين وهي طيب على نار مهيلة، لازم تخلوها على نار مهيلة باش طيب لكم مليح. هنا ما تحرقوش المغرف، مرة حرقوها كيما هكداك بهاد الطريقة كيما راكم تشوفوا. وهنا الملوخية نتاعي راهي طابت، باش تعرفوها بلي طابت كي تشوفوا الزريعة نتاعكم حمار تعرفوا بلي الملوخية نتاعكم راهي واجدة، جات ما شاء الله. هنا نقلع ديك المعدنوس والحرورة ونقلع اللحم باش نسربي الملوخية نتاعي في طبق التقديم كيما راكم تشوفوا. وهنا المغرف تستعملوا البلا، ما ديروش مغرف تقية، تبغي الملوخية مغرف بلا باش ما تكسرش الحبة نتاعكم، عطوها الخاطر وحطوها غير بلاتي كيما راكم تشوفوا. لازم تسعفوها، صري لها كي البيضة، كي تخافي على البيضة باش ما تكسرلكش هكاك الملوخية. أنا حطيتها في طبق التقديم مع داك اللحم والحرورة، جات ما شاء الله مع خبز الدار شهيته في الجنة، جات بنة ولا أروع. لازم تجربوا هذا الطبق التقليدي ما شاء الله، شهيناكم في الجنة. ما تنساوناش بتعليق زوين في قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.